فنانين سوريين لم تكن تعلم أنهم دخلوا السجن في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، رغم أن الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان يعيش عامه الرابع في بلد اللجوء ألمانيا، شأنه شأن أي لاجئ سوري، لكنه يصف المرحلة التي يمر بها بأنها حالة طارئة. 9 سنوات سجن كانت كفيلة أن تشكل لدى الفنان عبد الحكيم قطيفان أن يقف ضد النظام السوري في وقت لاحق. كشف الفنان السوري بسام دكاك عن اعتقاله في سجن صيدنايا عام 2012، كاشفاً عن السبب الذي أدى إلى اعتقاله. وقال دكاك في لقاء له إنه مع بداية الحراك الشعبي عام 2011 كان مختاراً لبلدة دف الشوك في ريف دمشق، ودافع عن الشبان الذين خرجوا في التظاهرات. أعلن النجم السوري مكسيم خليل عن عودته إلى العاصمة السورية دمشق بعد غياب دام 12 عاماً، وذلك بسبب مخاوفه على حياته وحياة أسرته نتيجة لمواقفه السياسية المعارضة لنظام بشار الأسد.